مايكل جوردن خسر 300 ماتش وضيع 9000 كوره، ومنهم 26 كوره كان زمانهم كسبوا الفريق بتاعه ماتشات. ايلون ماسك فشل في اطلاق 323 صاروخ للفضاء واترفض له مشاريع ما تعدش. والراجل اللي تعب في تربته من كتر ما ذكرنا اسمه توماس اديسون، مش محتاج اقول لك حصل معاه ايه لان انت اكيد عارف من ايام المدرسه. بس بالرغم من كده حضرتك لسه مش مقتنع انك عادي جدا والله العظيم وانت بتجرب اي حاجه جديده تكون داخل وعامل حسابك ان انا ممكن ما ابقاش كويس فيها، ممكن افشل فيها، ممكن ابقى شكلي زي الزفت فيها، بس عادي. مين هيفتكر ان انت شكلك بقى زي الزفت؟ انت الوحيد اللي فاكر. انت فاكر ان انت محور الكون، بس دي مش حقيقه. انا بقول لك كده عشان مصلحتك، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. مش لازم كل حاجه حضرتك يا باشا بالاجمد واحد في الدنيا تخش فيها تنجح. مش هحكي عنك، انا مش هطلعك فيديو. فعاوز القصه تبقى حلوه، خش واعمل حسابك ان انت عاوز تفشل، مش قوي يعني، بس يعني تبقى داخل وعامل في حسابك ان انا عادي افشل. والله هتبقى ممتعه في الاخر لما تيجي تبص ان انا حاولت بدل المره 10 و20 وربنا كرمني في المره ال21. ولو ربنا كرمك في المره الاولى المره دي، المره الجايه لما تخش في مشروع تاني او لما المشروع ده اللي انت فيه يقع وتخش في مشروع تاني، مش شرط ان هو يطلع من المره الاولى، ممكن يطلع من المره الرابعه او الخامسه. فلازم يكون عندك استعداد نفسي لده. وسيبك بقى من منظرك قصاد العيله وسط الناس لما تخش حاجه وتفشل. ما حدش مركز معاك يا حبيبي، انت بس اللي فاكر كده. وهم لو بيقولوا لك حاجه فهم بينصحوك، فاكرين الصح ان انت تبعد عن الحاجه دي، بس انت ادرى واحد بحياتك وبالوضع بتاعك. فابدا خد الخطوات اللي انت شايف ان هي صح حتى لو مش متاكد من النتيجه. سيب النتيجه على ربنا ارجوك ارجوك. انا كريم حنفي، سلام.